عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي في وصفتنا نعطل لساننا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احنا النهاردة وصفتنا الجديدة هنعمل رز ببسلة بجزر وبانيه. تعالوا نشوف الطريقة. ادي التوابل بتاعتنا، وادي البسلة والبيضة بتاعت البانيه، وادي ده جزر مبشور، وادي بصل مبشور في الكبة، وادي الرز 2.5 كوب رز، وكيلو الا ربع بانيه. تعالوا بقى ايه نشوف وصفتنا ازاي نعملها. بصي يا حبايبي، حطيت حبه بصل مبشورين اهو، وهحط الضايه اهي، بصوا يا حبايبي. ودي بقى التوابل اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الايه البانيه اهي. ادي التوابل اللي احنا قلنا عليها: كمون وكزبره وفلفل وسبع بهارات وحبه توم بودره، بصل بودره، حته مرقه، كركم وكاري. يلا نفضيها معاكم. وهنحط حبه ملح اهو بس، وهنقلبهم كده ونسيبهم في التتبيله ايه نص ساعه ولا حاجه ايه بيها. بصوا يا حبايبي، احنا جبنا الحله اهي، وهنحط حبه زيت ذره، وادي هنحط معلقه سمنه، وادي معلقه سمنه. بصوا يا حبايبي، ادي احنا كده هنفضي البصل. بصوا يا حبايبي كده ايه اصفر اهو شويه، وهنيجي نحط البسله اهو، هنقلبه شويه برده، وهنيجي نحط برده الجزر اهو، الجزر اهو مبشور. بسم الله. التوابل اهي زي ما قلنا لكم عليها: كمون وكزبره وفلفل وكاري وحبه بودره وبصل بودره، توم بودره، حته مرقه واهي. بصوا يا حبايبي، وادي غسلنا الرز وفضيناه اهو، ونقلبه شويه. بصوا بقى، اللي عنده شوربه بيحط شوربه، اللي ما عندهوش شوربه بضطر ان انا احط حته مرقه واحط ميه. بصوا يا حبايبي، ادي الرز احنا قلبناه شويه، وادي هنحط ايه الميه بتاعتنا عشان احنا ما عندناش شوربه. بنغطي بس الرز كده اهو، اكن رز عادي بيتعمل، بنغطيه كده اهو خلاص، وبنوطي عليه اول ما بيغلي بس. يا حبايبي، بعد ما حطينا كده الميه بنحط حبه الملح كده، وبعد كده بندق حداق اهو. وادي بنتبل الايه، بنحط في الفشيطار البانيه اهو. بصوا يا حبايبي، احنا خلصنا اهو الاكل بتاعنا. عملنا الرز بالبسله، وادي سلطه، وادي البانيه. وتفضلوا معانا، ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.